عقدة كل ست بيت البفتيك بيفك مني، بيطلع ني مني، ما بعرفش اتبله، ما بعرفش اظبطه، قشرته على طول فكه مش متماسكه. تعالي النهارده يا ست الحبايب بمناسبه بقى العيد اقول لك بقى على تتبيله بفتيك. وكمان يعني الكفر اللي عليه مش هيتفك منك حتى لو بسكينه معجون. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد وتبع الطريقه عشان تبقي محترفه. اول حاجه تعالي هنا، اختيار قطعة اللحمة أنا نزلتها لكم على الصفحة قبل كده. اختيار قطعة اللحمة لازم يكون من وش الفخدة. تمام، وش الفخدة أو السمانة. تمام، لازم تجيبيها من جزار يكون بيبيع لحمة كندوز، يكون جزار نظيف انتي بتتعاملي معاه وواثقة فيه. اولا البفتيك لازم يتباع بالطريقة دي المتكيس كده، لو اي طريقة تانية هتبقى خطأ. بعد كده مش هنكتفي ان الجزار دقه، لا احنا كمان بنجيب مدق البفتيك ده وبنقعد ندق بيه في البيت. شايفين كده الحلاوه والجمال ده وانا بدق؟ رفعت الجلسه كأني قاضي في محكمه. بصوا كده بدق بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده برفع الورقه، شايفين حته اللحمه اللهم بارك، حلوه وجميله وحمرة وطازه وحاجه ما فيش بعد كده. تمام، يلا بينا بقى نعمل خطواتنا. عرفتوا اول خطوه ان انتوا هتشتروا اللحمه من انهي قطعه. تاني خطوه لازم ندقه كويس ونفتح مسام اللحمه بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان لحمه الوش الفخده او السمانه دي والاتنين واحد، بتسموا واحد يعني. عايزه اقول لكم ان قطعه اللحمه دي طريه جدا، الانسجه بتاعتها مفيش انسجه اصلا، فبتستوي معانا على طول. يلا بينا بقى هنا بقى نتبل اللحمه بتاعتي. بديها رشه ملح ورشه فلفل اسود وبديها بشر جوز الطيب. يبقى انا فتحت الانسجه بتاعت اللحمه بالدقه اللي انا دقتها دي، فردت معايا اكتر. وكمان بنتبل عشان ندخل في الانسجه، مهمه وضروري جدا الحته دي. بصوا بقى بجيب هنا عندي جوزة الطيب الفريش كده وبقعد ابشر فيها كده، بتدي طعم تحفه مع اللحمه. تقدري تستبدلي جوزة الطيب بحبهان بودر، ينفع جدا. ولا بقى 7 بهارات ولا توم بودر وبصل بودر ولا انسوا اللحمه ما بتاخدش لا توابل كتير ولا تتبيل كتير. بعد كده بدعكها في بعض كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هجيب عندي بوله هنزل بيها في بشرايح اللحمه كده في البوله بتاعتي. ويا جماعه نصيحه مني للمره المليون، اللحمه بالذات عكس الفراخ تماما، اللحمه ما بتحبش التوابل الكتير والهيصه الكتير. تمام، عندي هنا بصلايه بقى حمرا كبيره، خدتها كده قطعتها قطع وبعدين فرمتها كويس قوي في الكبه مع معلقه صغيره من الملح وسبتهم 5 دقايق عشان خاطر البصله تنزل ميتها كويس قوي. تمام، عندي هنا مصفى هنزل البصل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، لان انا عايزه اعصر ميه البصل. لو حطيتي تفل البصل ده او البصل المفروم ده البفتيك هيفك. ده سبب من الاسباب اللي بتخلي البفتيك يفك، انك بتبشري عليه بصل. لا احنا عايزين ميه ميه فقط لا غير. في ناس هتقول لي يا شيف هدير طب نحط طماطم. بصوا انا كنت الاول عملت تجربه وبحط طماطم مبشوره مع البصل، يعني ببشر الطماطم وباخد ميتها. ولكن بعد تجارب كتير دي احسن طريقه. الطماطم ميه الطماطم بتساعد القشره الكفر انه ينطر ويفك، فبلاش ميه طماطم خالص. وبعدين احنا كده هنقلبها لحمه مشويه، مش هتبقى ايه اسكالوب بانيه او بوفتيك. عندي هنا بيضتين نزلت بيهم، ونحط البيض في المرحله دي. حطيت فلفل اسود وبشر جوز الطيب وملح، هعيد نفس الخطوات. انا هنا بزود بقى التوابل عشان ايه؟ عشان خاطر دي التتبيله بقى بتاعت البوفتيك. تمام، اعملي بقى في العيد على طريقتي وادعيلي، وكل اللي يقولك قولي له دي طريقه الشيف هدير. هنحط بقى الملح بتاعنا عادي. وبعد كده بقى هجيب عندي الجوانت اللي هو البلاستيك ده هلبسه عشان نبدأ بقى نخلي التتبيلة تتغلغل في البولة بتاعتنا كده. عايزة اقول لكم البفتيك من الحاجات الحلوة اللي انا بحبها. عندي جوزي يقول لي يفرق ايه البفتيك عن الفراخ البانيه؟ اقول له لا البفتيك معروف، الفراخ البانيه دي طالعه من قريب، انما احنا كنا طول عمرنا نعرف بفتيك. البفتيك ده معروف من قديم الازل، يعني من ايام يمكن القدماء المصريين. بفتيك يعني بفتيك. زمان ما كناش بناكل اللي هو، ما كناش نعرف حاجه اسمها البانيه.
بصوا بقى بقلب بقى ميه البصل بالبيض بالتوابل اللي حطيتها كويس. ويلا اوريكم هعمل ايه تاني. عندي هنا نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه تكون صغيره ما تكونش كبيره، او ما يعادل لكل نص كيلو بفتيك 3 معالق كبار من الدقيق. حد هيقول لي ليه يا شيف هدير الدقيق ده؟ استنوا عليا بقى، مش ملناش دعوه بكفر التقليه خالص اللي هو كفر القليه، ملناش دعوه بعلاقه. احنا دلوقتي ملناش علاقه بيه، احنا دلوقتي بنتبل. عايزه اقول لكم ان بقى مش لما نيجي نقلي مش هيفضل اي تتبيله من دي. الدقيق هيساعد ان الكفر بتاع البفتيك يفضل ماسك عليه. هنحطه في، انا حطيته حوالي 3 ساعات في التلاجة. عندي هنا بقى بقسماط، عندي هنا دقيق، وعندي هنا كيس فيجيتار كنور. تمام، هنبدأ نقلبهم على بعض كده. لو انت حابة ان لونه يبقى ذهبي وفاتح وحلو حطي حبة الدقيق دول. قلبته كله على بعضه. انا حطيت كمان باكت من الفيجيتار الحار على البقسماط العادي. ودايما نعمل البقسماط للقلية، اوعوا تسمعوا الكلام ده وتحطوا الفينو البايت والحاجات دي، لان الفينو بيخلي الكفر ينطر من على البفتيك او البانيه. تمام. بصوا عندي بقى قطعة البفتيك هجيبها في حاجة واسعة، ولازم احطها في حاجة واسعة عشان افرد انسجة اللحمة، لان انا قلت ان هو عكس البانيه تماما، ياخد سوا عن البانيه شوية. تمام. ببدأ ان انا افرد بايدي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لحد ما قطعة اللحمة تتفرد معايا تماما. بصوا نبدأ ان احنا ندوس عليها كده عشان الكفر بتاعها يمسك. طبعا بقى مع الدقيق اللي انا حاطاه في التتبيله. بصوا عايزه اقول لكم اللحمه اتشربت التتبيله كلها اللي انا حطاها، اللحمه شربت البيض وشربت ميه البصل حقيقي والله بجد، وشربت شويه الدقيق، شربتهم شرب، دخلوا في انسجه اللحمه كلها، مش بقى مرهرطين في البوله او نازلين في البوله وكاني ما تبلتهاش. لا، التتبيله دي اللحمه اتمصت يعني امتصتها خلاص. ما تشغلوش بالكم، بس انا حاسه ان انا بخرف شويه في الكلام، بس انا تعبانه وعليا ضغط كتير اليومين دول، فسامحوني يعني. بصوا بقى بجيب البفتيك، بنيم حته البفتيك كده في الخلطه اللي عملناها، ونبدا ان احنا ندوس بايدينا كويس جدا لحد ما نضغط على المسام بتاعه اللحمه وتبقى معانا جاهزه. سر القليه زيت ما يكونش غزير، عليه معلقه سمنه بلدي. طب حد هيقول لي يا شيف هدير ما نحط الزيت غزير. عايزه اقول لكم ان البفتيك لما بتحطي له زيت كتير فعشان كده الكفر بتاعه بيفك. اوعي تكتري الزيت، معلقه السمنه بتديله تيست عالي وطعم فوق الرائع. تمام. يعني ما نحط معلقه سمنه بلدي على الزيت، وما يكونش زيت غزير، زيت زي ما انتوا شايفينه كده. هنبدأ بقى ان احنا طبعا احنا فردناه وبططناه وظبطناه، فهو كده مش هياخد معايا وقت على النار. هنزله في زيت سخن درجة حرارة متوسطة، ونركز في الكلام، زيت سخن درجة حرارة متوسطة عشان خاطر ما يتحرقش منك ويفضل ناي. شايفين اللهم بارك لونه تحفة، واللون بتاعه والسوى رهيب. تعالوا بينا بقى اوريكم السوى. بصوا ده بقى بعد ما استوى، انا طبعا طلعته على مناديل عشان الزيت، تقدري تقدميه على فرشة خضار اي حاجة انت حباها. وطبعا بيتاكل جنب مكرونة بشاميل او مكرونة بالصلصة، انا باكله جنب اي حاجة. بصوا بقى شايفين الكفر ثابت ازاي، ولا في قشرة طالعة ولا نازلة، ومستوي جدا والطعم فوق الرائع. كل سنة وانتم بخير.